السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي كرة القدم في كل مكان، عشاق انجلترا والبريمير ليج، محبين ديربي كرة القدم الانجليزية، الكلاسيكو الذي انتقل من صراع الجالسين على أرصفة الموانئ إلى الجالسين في مدرجات الكوب وأولد ترافورد. صراع كرة القدم الذي بدأ خارج ملاعب كرة القدم، صراع الاقتصاد والسياسة والموانئ وسكك الحديد، الذي انتقل إلى مدرجات كرة القدم. الشرارة التي بدأت للمرة الأولى خلال المباريات الماضية محليا. كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة روبرتسون، يتقدم من الجهة اليسرى عرضية، لكن وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك طالت على محمد وتحولت إلى خارج اليوم على مقاعد البدلاء. كرة بمحاولة أمامية تصل عند حارس وأنتوني، وفي المقدمة هنالك في خورس. كرة بمحاولة لم يكن حاضرا في المباراة الأولى، أبعد هذا الهدف اليوم وفي أنفيلد. وفي هذا محاولة عن طريق برونو، يلعبها بعد ذلك عرضية داخل المنطقة. أنتوني البرازيلي، محاولة بأقدام أنتوني وتسديد، لكن مواطن أليسون يتصلت عن طريق هارفي أليوت، عادت من جديد، لا زالت مستمر، يبحث عن مساندة الآن، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزيرة أرضية الملعب، وصلت إلى جوردان، لا زالت قائمة داروين، بأن مواجهات اليوم هي البوابة. أنتوني يلعب كرة داخل منطقة عن طريق اللاعب ألكسندر أرنولد، كرة داخل منطقة الجزاء، وبعدت لها هارفي أليوت يسدد، لكن طالع محمد صلاح يسدد، لكن إلى خارج أرضية الملعب. تحول شغالي العرضية داخل المنطقة الرأسية، جوله إلى كاسيميرو، لمسة إلى في خورست، وبعدت في 5 مباريات متتالية. كرة بمحاولة تصل إلى أنتوني، عرضية من روبرتسون، لا مرة يجد في الجهات اليسرى روبرتسون محاولة لمصلحة اليونايتد، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي لكن في أحضان حارس. وصلت إلى أنتوني، تأخر نوعا ما، وبعد ذلك العرضية، لكن إبراهيم كوناتي يتقدم أيضا. هذا روبرتسون يلعبها داخل منطقة الجزاء، وقائمة كرة تصل إلى محمد صلاح، يبعد الكرة موجودة ومستمرة في هذا اللقاء. كرة بمحاولة راشفورد، لكن أليسون أول لقاء بالنسبة لي المدرب. كرة بمحاولة من الجانب المقابل، دياس والكانتارا وجوميز. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن الراية موجودة. راح يلعب الكرة، يلعبها داخل منطقة الجزاء بعيد عن الكل. كاسيميرو أمامية، الله حلوة تمريرة بالكبير على مستوى عدد البطولات المسجلة للفريقين. كرة بمحاولة وصلت إلى جاكبو البصمة الهولندية، وهنا تدور طواحين ليفربول بأقدام ابن. يأتي على القائد هندرسون. كرة بمحاولة أمامية طالت على وجود في خورست، يجب أن لا تستمر. كرة بمحاولة من أنطونيات اليمنى، عرضية عادت إلى هارفي أليوت، رأسية الصغير أليوت يصنع لمصلحة داروين نونيز. الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، كوناتي في الجانب المقابل. ليفربول، هذا هو ليفربول قبل 4-5 سنوات، هذا هو ليفربول بطل الدوري قبل. وصلت إلى كاسيميرو، تغيير الاتجاه، اللعب من كاسيميرو، وكرة بعد ذلك براسية، لكن ألكسندر أرنولد في تقدم، سقط. هي ليلة من ليالي ليفربول، وهي الليلة الكبرى لهذا الجاكبو. برافو لا زالت مستمرة وقائمة، للتاريخ
للتاريخ بأقدام هذا الفرعون المصري، يفتح أبوابه إلى الواجهة من جديد مع المدرب كلوب راسيا نونيز. يعود ليثبت الجودة التي يمتلكها، يعود ليعطي داخل منطقة الجزاء، محاولة عن طريق روبرتو فيرمينيو. الملك يعود مرة أخرى، ذا إيجيبشن لا يمكن بأن تمر هذه الليلة من دون بصمة لروبرتو فيرمينو. الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ شايفين النهاردة هناخد اول خطوة عشان تبقى سعيد او تبقي سعيدة. ايه اعمل ايه عشان ابقى سعيد ومبسوط في حياتي ومفيش حاجة دايما تيجي تنغص عليا وتيجي تزعجني؟ اول حاجة لازم تتعلم او تتعلمي ازاي تسعدي نفسك بنفسك. ازاي؟ طيب مش لازم ابدا اكون سعادتي مرتبطة بالاخرين، مش لازم اكون دايما حاطط قدامي الحاجة دي لو هي هتحصل او الشخص ده طول ما هو معايا انا مبسوط، لو ما بيبعد عني ببقى مش مبسوط. لا معلش، حاولي ان انتي تتجنبي النقطة دي، ان ما يكونش معاكي حد مرتبط دايما بسعادتك. انتي حاولي ان انتي تسعدي نفسك، لان الاخرين دايما بيرحلوا، فلو رحلوا وسابوكي فاكيد هتزعلي وتضايقي نفسك ويتسبب لك مضاعفات كتيرة. بيقولك اتعلمي ان زعلك ما يطولش على اي حاجة، سواء زعلك مع جوزك، سواء زعلك على اي حاجة انتي حصلت منك او ما تمتش او كان نفسك فيها وما حصلتيش عليها او اي حاجة. ليه؟ لان ببساطة لو كان خير لبقى لو كانت الحاجة دي فيها خير، سواء كان شغل، صديق، حبيب او جوازة او اي حاجة في الدنيا، خليك متأكد ان ربنا عمل ربنا بيختار لك الاحسن وبيخليكي دايما وخليكي مقتنعة دايما بان اللي راح ما كانش خير. اي حاجة ربنا كان رزقنا بيها والحاجة دي راحت وما كانش من نصيبي، سواء شخص انا حبيته، سواء شخص مثلا كنت بشتغل معاه والمشروع فشل، كل الحاجات دي خليك مقتنع دايما ان اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. خليك دايما مقتنع ان اللي راح ما كانش خير. كمان بقولك كل حاجة ممكن تتعوض الا مين؟ الا صحتك ونفسك، فخلي بالك منهم كويس قوي. حاولي ان انت دايما تعملي تحطي صحتك دي اهم حاجة، وحاولي ان انت اي حاجة ربنا اكرمك بيها او انعم بيها عليكي، سواء خير او شر، خليكي مقتنعة ان الحياة ان الحياة مش هتكون دايما حلوة. دايما الحياة بتكون حبة فوق وحبة تحت، على رأي عدوية زي ما بيقول. فعليك ان انت تحبي نفسك وفكري دايما فيها، واقتنعي ان نفسك ليها حق عليكي. ما ينفعش ان انا اجي دايما على نفسي، لان انت طول ما هتيجي على نفسك هتحسي ان حياتك ما فيهاش اي نوع من انواع الاستمتاع، او مش هتشعري دايما بالسعاده، وهيكون في مشاكل دايما في دماغك وافكار سيئه. فارجو منك ان تهتمي بنفسك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.